هاي أطيب مقلوبة لحم صفرة على ضلوع لحم مشوية. للي ما يعرفني أنا الشيف علي ربيعة، صاحب سلسلة مطاعم بي إكس، ويومين أنزل لكم مشروع جديد ووصفة جديدة. بالنسبة لي أنا أحب المقلوبة الصفراء أكثر من المقلوبة الحمراء. أنتو شو تحبون؟ تعالوا أعلمكم شلون نسويها. أول شي تجيبون ضلوع الخروف اللي هي البردة مال اللحم، تحطون زيت وتحمسوها كل الزين، وتضيفون عليها بهارات هيل وعود دارسين وفلفل أسود حب وورا غار وزنجبيل. ورا ما تنحمس كل الزين تحطون عليها مي الحار وتعوفوها ساعتين عدل. بعدين تطلعوها وتحطون عليها الصلصة. هاي الصلصة معليكم اياها بالفيديوهات اللي قبلها، وتدخلوها بالفرن مدة 20 دقيقة نار جوا وفوق. حتى نسوي تمن نثري جبت تمن الوليمة، خليت عليه بهارات برياني وكركم وهيل وماجي. وتمن الوليمة ما يحتاج له تنقيع هواي، بس غسلته ونزلته بجدر وعفته ربع ساعة لما يمص مية وعوفه، بعدين نص ساعة يتهدر. وهسه نبدي نقلي كل الخضروات اللي مقطعيها، الباذنجان والبوتيتا والبصل والطماطة والفلفل، ونخلي أول طبقة الباذنجان وبعدين البوتيتا وبعدين الفلفل والبصل واخر شي الطماطة، ونوزعها بالجدر كلهم بالتساوي بحيث من نقلبها تصير عندنا على شكل قالب. وراها نجيب التمن مالتنا النثري ونصفطه كله فوقه ونسويه بهاي الطريقة وندوسه عليه شويونه، وراح تطلع عندكم أطيب مقلوبة ممكن تجربوها بحياتكم. هاي المقلوبة كلش تفيد بالعزايم واللمات، لأن أبد ما تفشل. أنصح شكو بيت عراقي يسويها لأن طعمها يخرب. هاي كانت وصفتي لكم لليوم، ولا تنسون الرزق لا علي ولا عليكم، الرزق على الله.